سلام، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. بصوا، وحشتوني جدا، وحشني القعده قدام الكاميرا، وحشني ان انا اصور يوتيوب او اصور عامه يعني. فيلا بينا فيديو النهارده. مشتريات زي ما انتم شفتوا كده في الصوره بتاعه الفيديو، مشتريات كتير، ومشتريات بقى يعني بصوا متنوعه جدا يعني، فاهمين؟ سكين كير، على حاجات من شي ان، على حاجات للمدرسه، على حاجات العاب، على حاجات هدوم. بصوا يعني لوكشة مشتريات كده متجمعه بقى لها كام شهر. فيلا بينا نبتدي عشان عارفه انتوا بتحبوا الفيديوهات دي جدا. يلا بينا نبتدي. وتعالوا نبتدي بحاجه كنت جايباها من قبل سفريه الغردقه الحقيقه، وكانت حلوه جدا، عجبتني جدا، حبيتها جدا اصلا. وهي المجموعه بتاعه اوهانا باث. تمام. انا كان عندي الاوهانا باث اللي هي التروبيكال والفانيلا. المفروض ان هم عندهم يعني ريحه كمان. دي عباره عن مجموعه كامله من الميست والبادي شاور والبادي كريم. تمام. خطيرة 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 خطيرة. دي براند مصرية طبعا في 100%. تقدري تخشي على الويب سايت بتاعهم وتختاري الحاجة اللي انت عايزاها. ممكن تختاري كل حاجة لوحدها عادي، ممكن تجيبيه باكج على بعضه. ريحة التروبيكال يا جماعة انتوا مش متخيلين قد ايه جميلة، حلوة جدا، منعشة جدا. وتحسي ان هي ريحة غالية، يعني فعليا تحسي ان هي ريحة غالية، مش حاجة رخيصة او شعبي، لا، خطيرة خطيرة خطيرة. بس لما انا جربت التروبيكال وجربت الفانيلا، الحقيقه ان الفانيلا ريحتها اثبت. ريحه يعني الناس اللي بتحب الفانيلا، انا مش الناس اللي بتحب الفانيلا قوي. فانا اختي خدت المجموعه بتاعه الفانيلا. تمام. بس الفانيلا ريحتها اثبت من التروبيكال الصراحه. يعني التروبيكال مش ثابته قوي زي الفانيليا. بس انا عشان بحب الحاجات التروبيكال والفروتي والمنعشه، حبيت دي فوق ما تتخيلوا. حبيتها، حلوه جدا جدا جدا. تقدري كمان تشتريها لبنوتك، تقدري تشتريها هديه لحد من صحابك. خطيره خطيره، ومتحمسه كمان ان انا اجرب الريحه الثالثه بتاعتهم. تعالوا نخش على اوردر شي ان. تمام. وهو اوردر صغير مش كبير، كنت طالباه عن طريق صفحه everything for you girl. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت لو انتوا عايزين تطلبوا اي حاجه من شي ان. تمام. خدت من عندها الشنطه دي شنطه ميك اب، سكين كير، اي حاجه، شنطه وانتم مسافرين. بس الحقيقه ان هي فكرتها لذيذه جدا، عجبتني قوي قوي. والماتيريال بتاعتها بصراحه خطيره، الماتيريال حلوه قوي قوي قوي. تمام. بصوا، هي الشنطه بيجي شكلها كده مربع كده. تمام. بس مجرد انت تفتحيها، بصوا، حتى السوسته بتاعتها الماتيريال بتاعتها جميله. تمام. بصوا، بتتفتح كانها بقى ايه، حاجه ممكن تحطيه. يعني بصي، هي كانت عامله كده، فاهمين؟ هي كانت عامله كده. اول ما تفتحيها بقى تتفتح كده كانها شنطه مربعه عاديه. تقدري حتى ان انت لو انت مسافره او كده، تقدري ان انت تحطي فيها الحاجه بتاعتك على التسريحه او على يعني اللي هي الرخامه بتاعه الحمام، في مثلا في الاوتيل او في المكان اللي انت فيه. فلذيذه جدا بصراحه، حلوه قوي، وبتاخد حاجات كتير. يعني بصوا هي من جوه كبيره قد ايه. يعني انتوا فاكرين ان هي كده صغيره، بس هي في الحقيقه كبيره، وبتاخد حاجات كتير، ومتقسمه كمان من جوه. هنا يعني هنا في مكان، وهنا في سوسته كده منفصله لوحدها تقدري تشيلي فيها اي حاجه. وهنا في جيبين، وهنا جيبين كبار زي ما انتم شايفين. فبصراحه خطيره، والماتيريال بتاعتها حلوه قوي. تمام. انا طبعا مش عارفه الاكواد بتاعت الحاجه. انتوا تقدروا توروا لها صوره الحاجه، يعني ان شاء الله هي تعرف تجيب لكم الكود بتاعها. تمام. تاني حاجه جبتها بقى نضاره شمس جديده. الماتيريال بتاعتها صراحه، هي بصراحه كانت رخيصه على الموقع، فانا ما كنتش متوقعه ماتيريال فظيعه. عشان بس نبقى صراحه، هي كانت رخيصه فعلا على الموقع. تمام. بس شكلها حلو جدا، يعني شكلها لذيذ جدا. تمام. شكلها حلو قوي. انا شايفه ان شكلها جميل جدا الحقيقه. لذيذه يعني، على قد فلوسها. الحاجه اللي جبتها كمان من شي ان السنه دي، وبجد يا جماعه طلعت خطيره، ويعني اتبسطت بيها جدا، ورحت بيها بقى في السفريه التانية اللي انا سافرتها. بجد كنت مبسوطه قوي ان رقبتي متغطيه ومش عارفه ايه. وهي البونيه ده بتاع المايو، يعني المايوهات بتاعتنا اللي هي البوركيني او كده، ما بتبقاش كلها معاها طرحه. تمام. ساعات بيبقى معاها بونيه بس، او كمان الطرح اللي بتيجي معاها ما بتبقاش شكلها حلو. لكن بصوا البونيه ده خطير. بصوا هو معمول عامل ازاي، شكله كده كانك لفه تربون، فاهمين؟ وفي رقبه.
مش يعني المهم ان هو بيبقى شكله حلو، مش شكلك ست الحاجه، فاهمين قصدي؟ فعجبني قوي قوي قوي. ما بيتزحلقش خالص، ما بيتزحلقش خالص، ما بيضايقش خالص، وما بيخنقش لما تنزلي تحت الميه، ما بيخرجش منك بصراحه. يعني دي اكتر حاجه اتبسطت بيها في الاوردر ده من شي ان، خطير. جبت كمان الفرشه اللي طالعه ترند وكل الناس بتتكلم عنها، قلت بصراحه هجربها في شعر اسيا. هي فرشه كده من هنا بصوا مزجزجه كده، المفروض عشان تعمل الشعر كيرلي، ومن هنا بقى من جوه بلاستيك، يعني شعر اللي هي الشعيرات البلاستيك مع شعيرات التنعيم. بصوا عايزه اقرب لكم، شايفين شعيرات البلاستيك مع الشعيرات اللي هي بتنيم الشعر دي، فبتنفع لكل انواع الشعر، فاهمين؟ خطيره بصراحه، عجبتني قوي. بس لسه بقى اجربها في موضوع الكيرلي ده، لسه ما جربتهاش زي ما انتم شايفين، فهجربها وارجع اقول لكم. تابعوني على الانستجرام. نيجي بعد كده للحاجه اللي انا متعوده على طول بجيبها من شي ان وخطيره وبموت فيها، بس المره دي كانت اخطر من كل مره الحقيقه، وهي الضوافر. لو انتم متابعيني على الانستجرام طبعا هتبقوا شفتوها. تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا كل حاجه، بيفكوا حاجات كتير والله. المهم، لو شفتوا كمان من هنا على اليوتيوب الفيديو بتاع ازاي ضيعت الهالات بتاعتي، كنت مركبه الضوافر دي خطيره خطيره خطيره. انا عاده بجيب من شي ان الضوافر اللي هي بتبقى 24 ضوفر، تمام. المره دي الضوافر دي 48 قطعه. ليه بقى؟ بصوا، هي عباره عن شكلين من الضوافر مع بعض. بصوا في الشكل ده اللي انا كنت لابساه المره اللي فاتت اهو، كنت لابساه زي ما قلت لكم في الفيديو. هحاول انزلكم الستوري اللي انا كنت منزلها على الانستجرام لو لقيتها وما كنتش مسحتها يعني. وده شكل تاني، بصوا ده شكل محدد كده عامل زي الفرنش، والتاني بصوا مموه كده، شايفين عامل ازاي؟ مموه ازاي؟ خطير. والماتيريال بتاعتها تحفه 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 بجد، من احلى. وكمان شكلها يا جماعه لما كنت مركباها، كل البنات على الانستجرام قعدوا يقولوا لي يا رورو شكلها ناتشرال وشكلها كانها ضوافرك. شكلها خطير خطير، حلوه جدا جدا جدا. وفي طبعا منها اشكال والوان كتير، ف تحفه بصراحه، تحفه. من احلى مرات اللي انا جبت منها ضوافر. وهي اصلا everything for you girl بيبقى عندها ضوافر كتير فوري، يعني مش لازم تستني وتطلبي من على شي ان وتستني كام شهر ومش عارفه ايه. ساعات كتير بيبقى عندها اشكال فوري اصلا، ممكن تشتري من عندها على طول. جبت كمان من شي ان المنتج ده. بصوا يا جماعه، ده عباره عن بريس اون نيل بوليش ريموفر. المفروض ان ده سبراي، ماشي، بيترش. المفروض ان ده سبراي بيترش لما بكون مركبه ضوافر، تمام. فالمفروض ان انا برشه علشان يفك الضوافر اللي انا لازقاها، او بمعنى اصح بيدوب الامير او اللزق اللي انا ببقى لازقه بيه الضوافر، بحيث ان ما يبقاش فيه بواقي من اللزق ده على ضوافري، او يفك الضوافر بكل سهوله من غير ما اجرح ضوافري. فده الغرض منه يعني. فقلت اجرب علشان انتي ما تتدبسيش وتدفعي فلوس، فقررت ان انا اجرب وارجع اقول لكم اذا كان فعلا المنتج ده يعني هيضيع بواقي الامير وهيفك الضوافر بسهوله، ولا اي كلام. لانه لو طلع شغال كلنا هننبسط، بجد كلنا هننبسط قوي. واخيرا وليس اخرا، الكوتشي ده برضو من شي ان للمدرسه الاسيا، تمام. قد يكون بعض منكم يشوف ان الكوتشي كبير شويه، بس والله يا جماعه هو شكله كبير. يعني هو فعلا انا اول ما شفته برضو قلت هو كبير كده ليه، بس هي لما قاسيته لا على قدها. يعني هو من جوه صغير، لكن من بره الشكل كبير. بس هو الماتيريال بتاعته بصوا ريشه، ودي من الحاجات اللي بتميز السنيكرز بتاعت شي ان، بجد بجد انها بتبقى خفيفه خفيفه، شكلها ضخم، الاشكال اللي احنا بنحبها دي، وفي نفس الوقت خف الريشه، فبتبقى حلوه كمان قوي للاطفال. الماتيريال بتاعته خطيره خطيره. وطبعا اهم حاجه انه سكوتش وما فيهوش رباط، عشان الصبح في المدرسه البس بسرعه يلا نط امشي. جبت كمان كام حاجه للاكسسوار كده بسيطه من عند بريليسا، لان هي كمان لسه هتنزل كوليكشن جديد، فاكيد هختار عندها كام حاجه. بس تعالوا اقول لكم الحاجات اللي انا جبتها من قبل ما اسافر، تمام. وطبعا استعملتها ونزلت بيها البحر والبول وكل حاجه وما حصلهاش اي حاجه. جبت الانسيال ده، بحب قوي الانسيالات كمان اللي هي بتنفع للليرنج، تمام، اللي هي بتليق على اي حاجه دي. فجبت الانسيال ده من ساعه ما جبته من قبل ما اسافر وانا ما بقلعوش، يعني اكيد لو انتم متابعيني تكونوا شفتوني على الانستجرام على طول بلبسه، تمام. وجبت انسيال في رجلي، بس اكيد مش هطلع رجلي قدام الكاميرا. جبت اللي هي الانسيالات اللي بتبقى عامله زي
خيط كده اللي مبقاش فيها ولا دلاديل ولا فيها اي حاجه، دي الرقيقه دي بحبها جدا جدا. وبرده بحبها عشان لو عايزه البس معاها حاجه تانية يبقى شكله حلو. وجبت الخواتم دول طبعا بريليسا، انتوا عارفين اللي شاف مشترياتي قبل كده بيبقى عندها شويه خواتم خطيره. والمشكله ان بيبقى عندها ساعات من الخواتم دي يعني من كل خاتم واحد اتنين، وعشان كده اللي يعجبه حاجه ياخده على طول من عند بريليسا يا جماعه، خصوصا ان هي المفروض هتعمل عروض الفتره دي عشان خاطر دخول الجامعات وكده، وهي اصلا والله مش محتاجه تعمل عروض، هي الاسعار تحفه اصلا. تمام، هسيب لكم طبعا لينك الانستجرام تحت بتاعها. تعالوا كده اوريكم الحاجات اللي انا خدتها. خدت الخاتم ده، الكف ده، تمام. الخاتم ده في منه الاسود وفي منه عندها كمان الخرزه البيضه، تمام، تحفه حلو جدا. وكمان خدت ده بصوا ده بقى لذيذ قوي. ده بتوسعيه وتضايقيه زي ما انت عايزه، ممكن تلبسيه هنا، ممكن تلبسيه هنا، ممكن تلبسيه هنا برضو عادي. في ده بحب انا الخواتم دي قوي اصلا، بصوا لذيذ قوي الخاتم ده. بحب انا البس خواتم مع بعض. تمام. وكل دي طبعا خواتم يا بنات استانلس، مش بتغير لون، وهتلاقوا الاسعار تحفه. يعني الاسعار يا جماعه في اسعار 65 و70 و85 100 يوم ما يتمعظم من الخاتم يعني، فبجد الاسعار عندها حلوه قوي. تمام. جبت ده كمان، وجبت ده كمان. ده طبعا اكيد شفتوني بيه 200,000 600,000 مره، تمام، لان ده برضو فضلت انا كام شهر كده ما بقلعوش اهو. في 3 خرزات كده، ده برضو بيبقى حلو قوي انك تلبسي مع حاجات تانية. اتعرفت لكم بقى يا بنات على حته صفحه خطيره اسمها كوكو كاب. بجد بجد انا مبسوطه بالصفحه دي جدا. الصفحه دي بقى بتبيع ايه؟ الصفحه دي بتبيع سبلايز، اي سبلايز تيجي في دماغك، تمام، او انت عايزه تجيبيها لاولادك بس قولي لها عليها وهي هتخلقها لك. يعني مش عايزه اقول بس ان هي هتخلقها، بس عايزه اقول لك ان هي هتطلعها لك من تحت الارض حتى لو انت مش لاقياها. العاب للاطفال البيبيز، العاب للاطفال الكبار، العاب للشباب. بصوا رهيبه بتجيب لك اي حاجه انت عايزاها، غير ان هي بتبيع حاجات كمان اللي هي المونتسوري والحاجات الاطفال، اللعب الخشبيه بتاعه الاطفال. فالصفحه دي جميله لان فكره ان انت مش مجرد تشتري من الحاجات اللي على الصفحه وخلاص، لا، اي حاجه انت بتدوري عليها هي بتجيبها لك مخصوصه ليكي. فبجد انا بسطتني قوي. فتعالوا اوريكم انا خدت من عندها ايه. اول حاجه انا كنت دايخه عليها وبلاقيها ساعات باسعار خزعبليه غريبه جدا، وهي الالوان بتاعه تاتش دي. يا رب اكون بنطق الاسم صح، او توتش، المهم ان هي الالوان دي انا دخت عليها. لاسيا انتوا عارفين اسيا بتحب الالوان جدا، تمام. الالوان دي في منها اعداد كتير، يعني هي ممكن تبدا من اول 24 لون، 36 لون، 48 لون، كل الاعداد لحد 100 مش عارفه كام و60 لون. دي ال 80 لون. عايزه اقول لكم ان هي والله يعني انا بس جبت لها الصوره، وجبت لها الصوره من على شي ان، يعني انا اديت لها الصوره من على شي ان، جابتها لي في اسبوع يعني. بجد بصوا يا جماعه، بصوا الجمال انا مش قادره اقول لكم. انا اسيا لما شافت الالوان كان هيغمى عليها من السعاده والله يا جماعه. اصلا فعلا مبهجه جدا وجميله جدا، خصوصا لو اولادكم بيحبوا الالوان وكده، خطيره. بصوا فيها كل درجات الالوان، واللون بيبقى من ناحيتين كده، ناحيه رفيعه، تمام، والناحيه اللي هي اللي بتبقى عريضه. شايفين ولا ايه؟ تحفه. مبسوطه جدا بجد ان انا لقيتها، ومبسوطه ان هي بتبيع باسعار حلوه وبتجيب لك اللي انت عايزاه بالظبط. وبرده علي ابني شاف كذا لعبه، مجرد ان انا وريتها اللعب جابتها لي على طول. بصوا كان علي كان عايز اللعبه اللي هي بتاعه الماجنتيك تشيس دي، تمام. بصوا جابتها لي على طول، نفس هي اللعبه اللي علي وريهاني بالظبط. والماتيريال بتاعتها حلوه جدا. بصوا هي بتبقى بلاستيك كده، تمام، وفيها اماكن كور، وبيجي معاها الماجنتيك اللي هو بيبقى عامل زي البولز ده، بيجي في الكيس ده كده، تمام. وعايزه اقول لكم ان الماتيريال بتاعه الحاجه حلوه جدا. بصوا الماجنتيك اصلا قوي، بصوا من قوه الماجنتيك ماسك في بعضه ازاي،
يعني الماتيريال محترمه. بصوا بجد تحفه. تمام، هبقى اوريكم بتتلعب ازاي، او هسيب لكم فيديو، بس هو مش تفهموا قوي دي من الفيديو. هبقى اوريكم بتتلعب ازاي على انستجرام، روحوا تابعوني هناك. ويبقى معاها دي كمان، دي عباره عن احكام عشان اللي يخسر. بس بجد انا لعبتها مع علي، لذيذه جدا جدا للكبار والصغيرين. برضو انا عندي اسيا وعلي ولادي بيحبوا جدا اللعبه اللي هي بتاعه تلزيق الخرز دي، عشان تكوني لوحه او صوره. حتى بصوا كنت بجيبها لهم على طول من شي ان. بصوا، وكنت انا باباهم بيقعد يدور لهم على اي براويز قديمه عندنا ويحط لهم الصور اللي هم بيعملوها. عارفين اللعبه دي اللي هم بيلزقوا الخرز كده؟ شايفين؟ كنا بنقعد ندور على براويز ونقعد نعملها فيها ومش عارفه ايه. لقيت بقى عند كوكو كاب حاجه خطيره، لقيت عندها دي. ودي برضو لعبة بتاعة تلزيق الخرز دي، وكل الادوات بتاعتها. ولكن الميزة فيها ايه بقى؟ بصوا، بتيجي بالبرواز بتاعها. يعني هي جاية اهي الصورة، تمام، الصورة اللي هي هتلزق عليها، وجاي معاها الخرز والادوات بتاعتها، وجاي معاها كمان البرواز اهو، اللي هي بعد ما تخلص وعلى قدها عشان تتحط فيه الصورة. فبجد يعني شكرا، والله شكرا ان هي بتوفر الحاجات بتاعت شي ان دي اللي احنا بنغلب فيها ونقعد نستنى بالشهور عشان نلاقيها. فشكرا ان هي موجوده عندها وباسعار حلوه جدا. نيجي للعبه اللي بعد كده. انا عارفه انه دلوقتي خلاص احنا داخلين على المدارس وبنشتري سبلايز مش عارفه ايه، بس الفكره انه هي موجود عندها العاب كتير بتشغل مخ الاطفال وحلوه جدا. تقدري تجيبيها لو انت عايزه تشتري هديه لابنك، لو انت رايحه عيد ميلاد وعايزه تشتري هديه لطفل، لو انت عموما. احنا حتى في الدراسه هم الاولاد ما بيقعدوش يذاكروا 24 ساعه في ال 24 ساعه، بيبقوا عايزين وقت يرتاحوا فيه او كده، فبيبقوا عايزين العاب لطيفه. فانا بالنسبه لي بصراحه منبهره بالحاجات اللي عندها، وخاصه ان انا طالبه حاجات هي جابت لي الحاجات اللي انا طالباها بالظبط، فانا مبسوطه جدا. بصوا اللعبه دي بقى، دي عباره عن ساند، تمام، ساند بينتنج، يعني التلوين بالرمله. بصوا اصلا شكل العلبه عامل ازاي. بصوا بقى بيجي فيها ايه، بيجي فيها الالوان الرمله، شايفين، في ازايز عشان ما نهدرش منها، تمام. دول 12 لون، تمام، 12 لون. وبيجي معاهم الايه، الادوات بتاعتهم اللي هي العصايه اللي بتحددي بيها والفرشه اللي بتشيلي بيها الرمله. وبيجي معاهم بقى اشكال كتير للتلوين. دي الاشكال اللي بتتلون، وهم بيبقوا حاطين هنا الصوره علشان يقلدوا الالوان اللي بتاعت الصوره او زي ما هم عايزين بقى، وبيلونوا بالرمله. طبعا هحط لكم فيديو، هحاول ان انا احط لكم فيديو هنا عشان تفهموا طريقه اللعبه ايه. او لو انت دخلتي عندها على الصفحه، انا هسيب لكم صفحه الفيسبوك بتاعتها وصفحه الانستجرام بتاعتها في صندوق الوصف تحت علشان تخشوا تتفرجوا. هتلاقوها حاطه فيديوهات للعب اصلا. دي بقى الاخر لعبه من عند كوكو كاب، ودي بقى اللي علي متحمس ليها وكان مختارها وهو يعني متحمس جدا، تمام. ودي لعبه جديده اسمها ماجيكال ووتر سكيب، تمام. اللعبه دي بقى انا هحاول برضو احط لكم الفيديو بتاعها عشان تفهموا، وبرضو لو دخلتوا عندها صفحه هتفهموا اكتر. اللعبه دي بقى لذيذه جدا، انا اصلا متحمسه اقعد العبها مع علي والله العظيم بدون مبالغه. هما كاتبين لكم عموما طريقه الاستخدام ورا، بس انا عايزه افهمكم، يعني انتوا لو هتشوفوا الفيديو هتفهموا، تمام. هي عباره عن بنجيب جردل او اي حاجه زي ما مكتوب كده، وبنحط فيه الماده دي، نحط فيه حبه من الماده دي، تمام كده. وبنبتدي بعد كده نجيب الالوان، هي بتيجي معاها الاشكال بتاعتها اللي انت هتعمليها هتمليها، تمام. وبيجي معاها الالوان اللي انت هتختاريها اهي، علب الالوان كلها ازرق واحمر واسود وكل الالوان، تمام. وبتبتدي انت تملي الشكل ده بالماده بالالوان دي كانك بتلوني بالظبط، تمام. وبعد كده تنزلي الشيء ده في قلب الميه، تمام، يتحول لماده لحاجه جيلاتينيه كده، لعبه يعني، يتحول للعبه حقيقيه في ايديهم. فكره ان هو بيكرييت اللعبه، يعني بيكرييت اللعبه دي بنفسه بالوانه المفضله وبيعملها بايده. فالفكره نفسها حلوه جدا ان هي تخلي الطفل يعني منبهر. انا والله انا عايزه اجربها، انا اصلا كبيره مش شحطه اهو ومتحمسه جدا ان انا اجربها اساسا. وعايزه اقول لكم ان انا كمان طالبه كام حاجه من كوكو كاب، ان شاء الله اول ما يوصلوا لي هقول لكم عليهم على الانستجرام، وهسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت، واجروا تابعوني على الانستجرام عشان تلعبوا معانا. جبت كمان اوردر صغير من سالي ستور، تمام. جبت 2 من الليسيون بتاعت لانجهار، بس ده المقاس الصغير شويه، تمام، لان انا بحب المنتج ده فوق ما تتخيلوا يا جماعه. انا بجد بحب المنتج ده جدا جدا جدا، لان انا شفت معاه طول، مع قله تساقط، مع عدم تزييت،
مع ريحه حلوه. بجد انا بحب الليسيون ده جدا، مش بحب السيرم بتاعه قد ما بحب الليسيون ده. فزي ما انتم شايفين جبت 2 مره واحده. يعني ده بصوا انا يعني استخدمت منه حبه حلوين، فهتلاقوه عن سالي ستور طبعا اوريجينال مليون مية. بس ده الحجم اللي هو، عشان انا كان عندي قبل كده الحجم الاكبر من ده 75 مللي. انا خلصت تجربه سيرم النيسيناميد بتاع انوا. مش عارفه نزلته لكم هنا شورت على اليوتيوب ولا لا، بس طبعا هو نزل على انستجرام. تمام، ما شوفوه كده لو نزل على اليوتيوب ممكن انزله لكم لو ما كنتش نزلته. فجبت كمان اللاكتيك اسيد، لان انا النتيجه بتاعه انوا الاحمر اللي هو النيسيناميد كانت بالنسبه لي مذهله، فتحمست جدا ان انا اجرب كمان الازيليك اسيد. تمام، وكمان جبت الكريم ده المفروض كريم، بس ده ياباني، ماركه يابانيه. تمام، المفروض ان الكريم ده مخصوص يا بنات للحبوب، يعني ما بيتحطش على البشره كلها، بيتحط بس على الحبوب. الحقيقه ان انا جربته وكمان عجبني ان حجمه حلو قوي. الحقيقه ان انا جربته عجبني حلو. مش الحاجه اللي مش هقول لكم ان هو بينشف الحبوب في يومين زي مثلا الحاجات اللي هي المس وكده، بس بيعالجها. يعني هو بياخد وقت شويه بس بيعالج الحبوب وبيقلل كمان من اثارها. فعجبني بصراحه، لطيف مقابل سعره مقابل حجمه مقابل ان هو بيتحط على الحبايه مش بيدهن، فهيقعد حبه حلوين يعني، فلذيذ بصراحه. وجبت كمان الغسول السلسليك اسيد بتاع كوزريكس، طبعا ده مشهور جدا يعني كل الناس بتتكلم عنه. فده لسه هبتدي اجربه، لسه ما جربتوش فهجربه واقول لكم. جبت كمان السيرم ده من براند دير بو. تمام، البراند دي يا جماعه خطيره، اكتشاف بجد، لان اسعارها حلوه جدا. دي براند كوريه برضو، بس اسعارها خطيره بالنسبه للبراندات او الماركات الكوريه التانية، زي مثلا كوزريكس طبعا بتبقى اسعاره معديه، دكتور إلثيا كل ده بتبقى اسعاره معديه. تمام، لكن البراند دي اسعارها حلوه جدا. تمام، اسعارها خطيره مقابل الكواليتي اللي انا يعني خدته منها. يعني انا جربت منها الكلينزنج اويل، انا مهووسه بيه، خطير يا جماعه، اللي هو البينك. مش عارفه كلمتكم عليه ولا لا، بس على الانستجرام انا عملت لكم عنه ريفيو كامل، خطير خطير. فده المفروض سيرامايد تمام وهيلورونيك اسيد مع بعض. فالمفروض ان هو بيرطب البشره وبيقوي حاجز البشره. تمام، بس هو ليه ريحه، يعني ليه ريحه، فمش عارفه هيحسس البشره ولا لا، لسه هجربه. بس عموما البراند دي اسعارها يعني بيبقى اسعارها نص مثلا الماركات دي الكوريه. جبنا كمان التو لانش بوكسز دول، بس الحقيقه ان دول انا مش جايباهم، دول اختي جايباهم لاسيا وعلي، فانا ما اعرفش بصراحه هي جايباهم منين او اي معلومات عنهم. لكن الفكره ان هم حلوين جدا، يعني هم حلوين جدا، الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، مكتوب عليهم تعليمات وارشادات، وان هم بيستحملوا الميه الساقعه وبيستحملوا الحراره الساقعه وبيستحملوا الحراره السخنه، بيخشوا في الميكرويف، بيعملوا كل حاجه. فهم حلوين جدا، بصوا متقسمين من جوه كده. تمام، فلذاذ جدا يعني ومحكمين الغلط ولذيذ جدا. وانا بالنسبه لي فكره ان هم رفيعين كده بدل اللي بيبقوا مقلبظين كده وبياخدوا نص الشنطه، فلطاف يعني. من السوبر ماركت جبت بديل الزيت ده من ايفا. تمام، بالصبار. كان ثمنه تقريبا حاجه و85 جنيه تقريبا او كده. عادي، هو للشعر العادي، وهو عادي، ولا حلو ولا وحش ولا يعني كريم عادي، ما فيش اي ميزه ولا عيب يعني، عادي من الاخر. ولقيت ده في السوبر ماركت، ده لسه جديد انا ما استخدمتوش اصلا يعني، لسه حتى ما جربتوش، بس هو ريحته عجبتني، من هيربل اسينشلز. تمام، يا رب اكون بنطق الاسم بتاعها صح اصلا. ريحته جميله جدا الحقيقه. بصوا هو بيجي كده هو تحس ان هو نصه متاكل كده، والله انا لسه ما جربته. تمام، بس هو ريحته حلوه. حجمه صغير يعني، هو 180 جرام تقريبا. تمام، او 180 جرام ب 60 جنيه. فهنجربه يعني، انا بحاول ان انا اجرب رينج الاسعار القليل او المتوسط، عشان لعلنا نكتشف حاجه مع بعضينا. فلو اكتشفت حاجه حلوه هقول لكم، لان عايزه اقول لكم ان البليس اللي انا جبته اخر مره خرا. هو خرا يا جماعه، مش قادره ما انطقش هكلمكم عليه بقى في فيديو، الحاجات المعفنه اللي ما ندفعش فيها فلوس بجد. فهنفضل نجرب مع بعضينا، نشوف هنلاقي حاجه عدله ولا لازم ندفع دم قلبنا في الحاجه، هنشوف عشان نبقى جربنا مع بعضينا. اخر حاجه بقى، لان فاضل شويه مشتريات صغيرين كده، هنجمع عليهم حاجات تانية ونعمل فيديو تاني، لان هما المشتريات دي يا جماعه بتبقاش مشتريات شهر، لا دي بتبقى مشتريات مجمعه لكذا شهر، فاهمين؟ فاخر حاجه الشنطه دي لعلي. تمام، جبت شنطه المدرسه دي لعلي، لذيذه. تمام،
هو كان عايز حاجه بمواصفات خاصه، هو كان عايز شنطه لونها غامق، هو حاسس نفسه كبر يا جماعه. عايز شنطه لونها غامق، كان عايز شنطه سودا اصلا، يعني هو كان عايز شنطه سودا مش عايز عليها رسومات اطفال يا مامي. هو في ثالثه ابتدائي، داخل ثالثه ابتدائي ومش عايز عليها رسومات اطفال يا مامي. مش عايز رسومات اطفال، مش عايز رسومات كرتون. فقلت بدل ما اجيب له شنطه سودا ساده، يعني هو فاكر نفسه تقريبا في ثانوي، فقلت دي شويه يعني فيها ملامح الطفوله شويه. تمام. فبالنسبه لي كانت لطيفه، خامتها كويسه، فهتقضي الغرض. وبس كده يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتابعوني على الانستجرام. باي باي.